تخيل كده انك شغال مع عميل بيدفع لك $500 في الشهر عشان تعمل له مونتاج للفيديوهات بتاعته، وبعدين عرضت عليه انك تعمل له ثامبنيلز او صور مصغره للفيديوهات دي، وهيدفع لك على الصور دي $200 زياده. اكيد حاجه زي كده هتكون حلوه جدا ليك. عشان كده في الفيديو ده انا هشرح لك ازاي تعمل ستايل ثامبنيلز قوي جدا، وهخليك حتى لو انت مبتدئ وما تعرفش غير الاساسيات بس في الفوتوشوب انك تحول صوره من كده لكده. كمان عايز اقول لك انت لو مش في الكوميونتي بتاعتنا فانت فايتك كتير، هتلاقي اللينك في الديسكربشن. فما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس قبل ما نبدا في 3 حاجات انا حابب ان انت تعرفهم. اول حاجه وهي اننا قافلين الاعلانات، يعني ملناش اي مصدر ربح من اليوتيوب، احنا بجد بنعمل الفيديوهات دي عشانك انت، عشان تتطور وتوصل لاحسن نسخه من نفسك. تاني حاجه وهي انك اوعى تحبط وتوقف مهما كان مستواك في الحاجه اللي انت بتعملها. صدقني انا كنت في يوم من الايام تايه ومش عارف ابتدي ازاي، بس ما وقفتش، والحمد لله النهارده انا شغال مع شركه من اكبر الشركات في كندا، والفضل يرجع لربنا اول حاجه، بعدين لطاهر. الشخص ده غير لي عقليتي 180 درجه، والنهارده احنا بقينا 3 شركاء، انا ونور وطاهر، والحمد لله قدرنا ان احنا نشتغل مع شركات مقدره بمليارات الدولارات. صدقني انا مش بقول لك الكلام ده عشان اقول لك ان انا جامد، انا بقول لك كده عشان اوصل لك فكره ان انت تقدر توصل لاعلى من كده بكتير، بس بجد لازم أن تكون مؤمن بالحاجه دي وبتشتغل عليها كل يوم. وده ينقلنا لثالث نقطه وهي العقليه، لازم تخلي تفكيرك كله ايجابي. وبجد من اسوأ الحاجات اللي بشوفها ان الناس بتعيش دور الضحيه. صدقني في ناس اسوأ من ظروفك بكتير ووصلوا لحاجات كبيره جدا، فبلاش تقول بكره وخد قرار وابدا من دلوقتي. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا ندخل في الفيديو. اول حاجه هنفتح مقاس 1920 في 1080 وده مقاس اليوتيوب. بعد كده هنبدا نعمل ريتاتش لشخصيه مستر بيست. هنروح على اداه البيتش تول وهنبدا نشيل التجاعيد اللي في الوش. الاداه دي بتسمح لك ان انت تسلكت حته معينه، الحته دي مثلا فيها تجاعيد او اي حاجه، بعدين بتسحبها للمكان اللي انت عايز تاخد منه الملمس او الشكل بتاعه. بعد كده هنختار اداه السبوت هيلينج دي ونبدا نشيل بيها الحاجات البسيطه دي. كل اللي عليك اللي انت بتضغط كليك كده. بعد كده هندخل على الكاميرا رو فلتر. اول حاجه هنزود الاكسبوجر شويه ونخلي مثلا الكونتراست على 3 ونقلل الهايلايتس. وطبعا للي ما يعرفش الهايلايتس بتاثر على الحاجات اللي اضاءتها عاليه زي الحتت دي. وهنزود الشادو وبرده الوايت وهنقلل البلاكس. بعد كده في التمبريتشر هنوديه شويه ناحيه الازرق كده، وبرده في التنت هنشده ناحيه الاخضر بحيث نظبط الوايت بالانس. وفي التكتشر بقى هنزود شويه كده. بعد كده بقى ننزل للكاليبريشن. في البلو مثلا ممكن نخليها -4، في الجرين خليها 3، في الريد ممكن نخليها -3. طبعا مفيش ارقام معينه، كل صوره بتختلف عن الثانيه. بعد كده هنعمل دوبليكيت لللاير كنترول جي وهنعملها كليبنج ماسك، يعني هتفضل ضاغط على الالت في الكيبورد وهتقف ما بين اللايرين كده، هتلاقيه ظهر لك علامه وهتضغط كليك هتلاقيه عمل لك كليبنج ماسك. والكليبنج ماسك هو انك بتخلي الصوره اللي فوق ما بتطلعش بره حدود الصوره اللي تحت اللي انت عملت عليها كليبنج ماسك. وهنروح للصوره اللي فوق، هندخل على الكاميرا رو فلتر وهنقلل دي شويه كده بحيث ان يخلي الوش سوفت اكتر. بعد كده هنعمل ماسك لللاير دي وهنضغط كنترول اي بحيث تعكس لنا الماسك. وهنروح على البرش باللون الابيض. طبعا في الماسك اللون الابيض بيرجع الصوره واللون الاسود بيمسح الصوره. فهنروح للون الابيض وهنبين الصوره دي اللي احنا خلينا فيها الوش سوفت وهنمسح على قد الوش بالظبط بحيث ان انا عايز بس اخلي الوش هو اللي سوفت مش الجسم. بعد كده هنحدد اللايرين ونخليهم كونفيرت سمارت اوبجكت. الخطوه اللي بعدها وهي الدوج والبيرن، يعني هنقوي الهايلايتس والشادو في الوش. فهنروح على القايمه دي وهنضيف كيرف وهنعمله كليبنج ماسك على اللاير، وهنحط بوينت هنا وبوينت هنا ونرفعها كده بحيث يعللنا الهايلايتس. وهنضغط كنترول اي عشان يعكس لنا الماسك. بعد كده هنضيف كمان كيرف ونعمله كليبنج ماسك ونحط بوينت هنا ونشدها لتحت. بعد كده هتروح للبلند مود دي نخليها اخر واحده وهنضغط كنترول اي. هنروح بقى للكيرف بتاع الهايلايتس وهنروح للبرش باللون الابيض وهنقلل الفلو شويه كده وهنبدا بقى نرسم او نقوي الهايلايتس في الوش. بعد كده هنروح للكيرف التاني بتاع الشادو وبرضه هنبدا نقوي الحتت اللي فيها شادو. طبعا مستر بيست بيخلي الاسنان في الصوره بيضه قوي، فعشان نعمل كده هنضيف هيو ساتوريشن وهنعملها كليبنج ماسك وهنضغط على كلرايز وهنخليها على الازرق كده ونقلل الساتوريشن وليكن مثلا 4 وهنضغط كنترول اي بحيث يعكس لنا الماسك. وبالفرشه باللون الابيض هنبدا نرسم على السنان كده. وهنخلي الفل مثلا على 60. عايزين بقى نظبط اللون الابيض اللي في العينين ده لانه رايح ناحيه الاحمر شويه كده، فهنضيف سيلكتيف كلر وهنعملها كليبنج ماسك
وهنزود اللون الابيض كده وهنضغط كنترول اي، وبالفرشه باللون الابيض نبدا نرسم على العين كده. هنضيف كمان سيلكتيف كلر وهنعملها برضو كليبنج ماسك، وهنختار اللون الاصفر وهنزود الماجنتا شويه عشان نظبط درجه لون البشره، عشان لون البشره مش بيبقى اصفر، بيبقى اورنج كده رايح ناحيه الاحمر شويه. اخر حاجه عايزين نعملها وهي اننا ندي لون للتيشيرت، فهنروح على القايمه دي وهنضيف جريدينت ماب وهنعملها كليبنج ماسك. بعد كده هنخش على الاعدادات بتاعتها وهنحط بوينت هنا وبوينت هنا. يعني المفروض انك تعمل تدريج للون الاحمر، من الشمال يكون اغمق درجه ومن اليمين تكون افتح درجه وهي الابيض، وطبعا ده ينفع مع اي لون تاني مش شرط الاحمر. بعد كده هنضغط كنترول اي عشان يعكس لنا الماسك، وعشان تحدد التيشيرت بسرعه هتروح على لاير مستر بيست وباداه الكويك سيلكشن هتبدا تحدد التيشيرت. بعد كده هترجع على اللاير بتاعه الجريدينت ماب وهتروح على البرش باللون الابيض وهتبدا تلون كده. بعد كده عشان تلغي السيلكشن هتضغط كنترول دي. بعد كده هتحدد كل اللايرز دي وهتضغط كنترول جي بحيث يحطهم لك في جروب. بعد كده بقى نسحب الجروب ده كله وهنشده كده على السايز بتاع الثامبنيل. هنبدا نظبط مكان مستر بيست كده بالشكل ده، وهنبدا بقى نعمل الخلفيه. طبعا الخلفيه دي مش صوره جاهزه، دي معموله بالفوتوشوب، فممكن نجيب الثامبنيل كده بحيث نبقى شايفينها عشان نعرف نعمل زيها. اول حاجه هنعمل المربع الازرق ده، هنروح على اداه الريكتانجل دي وهنرسم مربع على قد المربع اللي في الخلفيه ده. بعد كده هنروح على القايمه دي وهنختار سوليد كلر. بعد كده هنخفي السوليد وهنضغط دبل كليك على اللون بحيث نختار اللون ده. بعد كده بقى نظهر السوليد، وهننزل لاير السوليد دي تحت شخصيه مستر بيست، فهتقف على اللاير بتاعه الريكتانجل واضغط على حرف الالت واسحب كده هتلاقي عمل لك نسخه. بعد كده كنترول تي ونصغرها نخليها قد اللي ورا دي. تعالى بقى ندي شويه تفاصيل للحائط اللي احنا عملناه ورا ده، يعني نضيف لها اضاءه وشادو. هنروح على اول واحده اللي هي دي وهنضيف كيرف وهنعمله كليبنج ماسك، وهنرفع الكيرف كده بحيث ينور اللاير، وهنضغط كنترول اي نعكس الماسك. وبالبرش بقى باللون الابيض هنبدا كده نرسم اضاءه، لان طبعا مش واقعي ان هي تكون سوليد من غير اي اضاءه وشادو. وبرده نضيف كمان كيرف ونعمل اضاءه بحيث نظبط السوليد اللي ورا. وعشان نعمل الحائط الابيض بقى اللي ورا ده هنضيف سوليد ونخلي لونها جراي شويه كده. بعد كده هنضيف كيرف ونعمله كليبنج ماسك على السوليد دي، وهنرفع الكيرف شويه كده بحيث نعمل اضاءه. كنترول اي يعكس الماسك، وهنعمل اضاءه هنا كده، ونعمل كمان كيرف ونقلله كده بحيث يعمل شادو عشان يبقى فيه كونتراست كده في الحائط ويبقى فيه اضاءه وشادو عشان يدي شكل 3 دي. وبعدين هنضيف صوره الحائط دي وهننزلها تحت كده ونقلل شويه الاوباسيتي. عايزين نعمل بقى الحته الصغيره اللي ورا دي بحيث تدي عمق اكتر في الصوره، فباداه الريكتانجل هنعمل سيلكت عليها. بعدين هنختار سوليد كلر وهخلي لونها بلون الحائط اللي في الصوره، ومش عايزينها بقى تكون سوليد كده فعايزين نضيف شويه تفاصيل. هنضيف كيرف ونغمقه شويه كده بحيث نرسم شادو، وهنرسم كمان ريكتانجل كده عشان نعمل الشريط اللي تحت، وهنخلي لونه اغمق شويه. بعد كده دبل كليك على اللاير، ندخل على البلندنج اوبشن وفعل نفس الاعدادات دي بحيث يخليها لنا كده كانها 3 دي. وعايزين بقى نفصل الحائط ده عن الحائط اللي ورا، فهنسلكت الجزء ده وهنضيف كيرف ونعمل اضاءه ونرسم كده على الحواف. عايزين برضو نضيف شويه تفاصيل للمربع الازرق ده، فهنضيف كيرف وهنبدا كده نضيف شويه شادو بحيث يدي تفاصيل اكتر، وهنعمل كده برضو في المربع اللي وراه. بعد كده هنبدا بقى نضيف صوره الطفل وهنضغط على سيلكت سبجكت بحيث يحدد لنا الجسم. وطبعا هتلاقي ان السيلكشن بايظ في حتت كده، فباداه الكويك سيلكشن كده هتبدا تظبط الحتت البايظه. وهنسحب لاير الطفل دي عند الثامبنيل. هنبدا بقى نظبط البوزيشن بتاعه، وليكن مثلا نخليه بالشكل ده، في زي خط ابيض كده حوالين الطفل شكله مش حلو خالص. عشان نظبط الموضوع ده بكل سهوله هتفضل ضاغط على كنترول وهتقف على لاير الطفل، هتلاقيه ظهر لك علامه كده، هتضغط كليك فهتلاقيه عمل لك سيلكشن لللاير. بعد كده هندخل على قائمه سيلكت وعلى موديفاي وعلى كونتراكت. بعد كده نخلي القيمه مثلا 2، يعني انت كده بتدخل السلكشن ده 2 بكسل لجوه. بعد كده هنضغط على الماسك فهتلاقيه شال الخط المزعج ده بكل سهوله. بعد كده هنضيف سيلكتيف كلر ونخليها كليبنج ماسك على الطفل، وهنروح للون الاصفر هنزوده شويه ناحيه الماجنتا كده بحيث نظبط الوان البشره بتاعه الطفل. وهنروح للوايت هنزوده برده شويه كده. واخر حاجه بقى هنضيف صوره الايد دي هنا بحيث يبقى كأن مستر بيست حاطط ايده على الطفل. ممكن عشان نظبطها احسن نضغط كليك يمين وندخل على الوورد ونبدا نظبطها من هنا. بعد كده هنبدا نضيف شادو على لاير الطفل، لان مش طبيعي تكون مناطق التلامس منوره كده، فهنضيف كيرف وهنعمله كليبنج ماسك على لاير الطفل. وهنقلل بقى كده الاضاءه وهنضغط كنترول اي عشان يعكس لنا الماسك. وبالبرش باللون الابيض هنبدا بقى نرسم شادو. وممكن ابقى اعمل لكم حلقه كامله عن الشادو عشان لقيت ناس كتيره قوي بتستصعب الموضوع ده. بعد كده برضو عايزين نزود شادو في الايد دي، هنضيف برضو كيرف وهنحط بوينت كده ونقللها برضو، ونروح على البلند مود نخليها اخر واحده. طبعا احنا مغيرين عن الصورة التانية شوية، يعني الموجة اللي في الصورة التانية دي بتعبر كأن في صوت، فهقول لك برضو تعملها ازاي. اول حاجة هتضيف سوليد باللون الاسود
بعد كده هتضيف لاير وتعملها كليبنج ماسك على السوليد دي. بعد كده هتروح على القائمه دي وهتختار جريدينت ماب وهتعملها كليبنج ماسك على اللاير اللي احنا لسه ضايفينها، وهتروح في اعدادات الجريدينت هتضيف اول حاجه بوينت سودا. بعد كده هنعمل تدريج للون الاخضر من الشمال لليمين، بحيث من الشمال يكون غامق ومن اليمين يكون افتح درجه واللي هي الابيض. بعد كده هنروح على السوليد وهنعملها سكرين، وهنقف على اللاير الفاضيه دي وهنروح على البرش باللون الابيض وهنرسم خط كده. بعد كده هنروح على اداه السماش تول وهتفضل بقى تلعب في اللاير دي بحيث تعمل شكل الموجه. بعد كده ممكن نضيف لاير فوق خالص باللون الاخضر ونقلل الفلو وندوس كده كليكس ونخليها سكرين بحيث يعمل زي توهج شويه كده. بس طبعا احنا مش هنعملها لان احنا الصوره بتاعتنا مختلفه، انا بس بعرفك بتتعمل ازاي. وممكن نحدد اللايرز كده نسحبهم ناحيه الشمال شويه كده. الصوره خلصت، بس ناقص اخر حاجه وهي الكاميرا رو فلتر، يعني تعديل الالوان في الصوره كلها. فهنقف على اخر لاير فوق وهتضغط كنترول الت شيفت اي، هتلاقيه عمل لك صوره واحده بتضم كل اللايرز. فهتضغط كليك يمين وتخليها كونفيرت سمارت اوبجكت. بعد كده ندخل على الكاميرا رو فلتر. وطبعا زي ما بقول كل مرة تعديل الألوان مفيهوش نسب معينة، كل صورة بتختلف عن الصورة التانية.